إجراءات ثانية اتخذوها بفترة الوحدة. عملوا يعني قانون إصلاح الزراعي، لأنه كان بهذاك الزمن يعني معظم الأغوات بدمشق وما حولها يعني هم كرد، يعني هم ثلثين الجولان يملكها بيت يعني كرد هن. وأكبر عائلة من الملاكين في منطقة الجولان عائلة يعني بيت اليوسف. هذول كانوا هن أكبر الملاكين يعني. وهن اللي كان هو بزمانه يعني والي الحج، يحمي قوافل الحج يعني، لأنه قبل منه ما حدا استطاع حماية قوافل الحج من النهب والسرقة من قبل العشائر البدو والعرب اللي كانت منتشرة في هذاك الوقت يعني. فقط الباشا الكردي هو اللي استطاع حمايتهم، بشوات أخرى ما استطاعوا حماية قوافل الحج. هذا تاريخيا. وطبعا اخذوا الاملاك تبعهم، استملكتها الدوله استملاك عام ورفعوا ايدهم عنها. وليس فقط منطقه الجولان وانما الغوطه ايضا، الغوطه الشرقيه يعني المملوكين تبعها 90% منهم اكراد، حتى الغوطه الغربيه يعني مناطق الزبداني وبلودان وسرغايه كمان ملاكين الاساسيين اغلبهم كرد. في طبعا غير كرد لكن فيها كرد كثير.